واحدة من الأدوات المهمة جدًا اللي لازم نكون بنستخدمها وإحنا شغالين على الcareer بتاعنا هي السوشيال ميديا. السوشيال ميديا النهارده بقت بتربط العالم كله ببعض، وبقى عندك الفرصة إن أنت تعبّر بيها عن نفسك وعن دماغك وعن صوتك وهكذا. أي حد النهارده داخل يعمل interview في شركة، واحدة من الحاجات اللي بيتبص عليها بعد ما بيمشي حتى لو هو بقى accepted الLinkedIn profile بتاعه بالذات. ليه؟ لإن أنا باقدر من خلال الLinkedIn profile أبقى فاهم دماغه بشكل أعمق، أبقى شايف شكل البوستات اللي هو بينزّلها، نوع الcontent اللي هو بيعمل له share، أو هو حتى لو بيكتب post معيّنة أبقى قادر أحدد دماغ الشخص بتفكر بشكل عامل إزاي. الجزء التاني إن الموضوع بتاع الword of mouth لو كان زمان هو ده الحاجة اللي باقدر بيها أpromote الشخص أو أpromote نفسي، دلوقتي ما بقتش كده، بقيت إن أنت بقى عندك الplatform بتاعك اللي تقدر منه تعبّر عن نفسك وتmarket نفسك وتعرّف الناس عن نفسك وأنت مين وبتعمل إيه وهكذا. فعشان كده مهم إن أنت لو حد مركّز في الcareer بتاعه وعايز تكبر وتتطوّر فيه، والناس تبدأ تتعامل معاك بشكل أحسن، أو تتعامل معاك على أساس إن أنت حد احترافي في شغلانتك دي، لازم تكون بتستغل السوشيال ميديا platforms بشكل كبير جدًا، وطبعًا على حسب الشغلانة اللي أنت فيها تستخدم الplatforms أو الwebsites اللي ممكن تكون بتsupport الحاجة فيها. يعني مثلًا أنت لو شغال graphic designer هتستخدم Behance، شغال حاجة professional أو B2B هتستخدم LinkedIn وهكذا.